مستمرين معاكم في فقرة الضيوف، واليوم برضو معانا ضيفة جدا مميزة، ممثلة شابة جميلة ما شاء الله. معانا سامية فرابوسي، كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وانتم بخير وينعاد عليكم ان شاء الله، وسنة خير ورمضان مبارك على الجميع. يعني بداية كبيرة كده انت صغيرة عنك، وانا سمعت تتكلم ما شاء الله 4 لغات. اذا العربي يعتبر لغة فكمان هي 4. طيب يلا حكينا عن نفسك في الاول، بعدين كلمينا عن اللغات. اسمي سامية طرابلسي، تونسية الأصل، أحمل كمان جنسية لبنانية، ومقيمة في المملكة العربية السعودية طول عمري، وفي جدة تحديدا. دخلت الفن يعني مؤخرا. أنا كنت في الأول أصور إعلانات، كمان قدمت برنامج مثلكم هيك، برنامج شبابي على قناة اقدر اقول او فيري كول اوكي على ART زمان، يمكن هذا حكي من 7 8 سنين، وكنت بيزيكلي اصور اعلانات. بعدين دخلت الفن اللي هو التمثيل من سنه تقريبا. وبالنسبه للغات طبعا العربي اوتوماتيكلي بحكي عربي وفرنسي وانجلش وايطالي. في تونس لانه انا كان دراستي في تونس وبابا كان مقيم في السعوديه، فانا كنت اروح ادرس وارجع. في تونس عندنا اجباري طبعا فرنسي مع العربي على طول بناخده، بس بعدين يصير الانجليش ولغه ثالثه اجباريه، يا اما ايطالي او الماني، فطبعا اخترت الايطالي لانه الالماني اسهل واحلى. ممكن تحكي لنا كيف انت فجاه دخلتي من الاعلانات للتمثيل؟ احنا عارفين طبعا هذا كله مجال واحد، لكن في ناس كثير بيكونوا بس راسهم في الاعلانات، انا بس موديل. ايوه، بس ما يحبوا يدخلوا في التمثيل. انت ايش اللي حببك في التمثيل وكيف دخلتي؟ شوفي اكشلي الاعلانات ما تقدري تكوني فتاه اعلانات مدى العمر، لانه اللي بيصور اعلانات بيعرف انه بعد فتره بيحترق الوش، فخلاص يعني ما يصير مطلوب نوعا ما انه صورتي كذا اعلان وخلاص، يعني ما حتقدري تعيدي وتزيدي في نفس الموضوع. فجت فتره انه انا كنت بصور اعلانات، وبعدين فجاه تغير الموضوع، صرت تعرفت على الناس وقدمت برنامج شبابي. بعدها بفتره في شخص من شركه دعايه واعلان وصديق للعائله، هو رشحني لمنتج اول عمل انا صورته السنه اللي فاتت اللي هو الفنان فايز المالكي. فوقتها كان هو يدور يمكن على وجيه جديده، وبالصدفه تكلم مع هذا الشخص، وهذا الشخص رشحني وصارت يعني اكيد ما حقول لا يعني. ولا كان طموحك؟ هو شوف انا يعني يمكن مو طموحي، بس اتوقع يعني بالاجمال كل بنت بتحب هذا المجال ودخلت شوي في الاعلانات وشوي في تقديم البرامج، الا ما تكون عينها شوي على التمثيل، يعني ما هو يعني مغري نوعا ما. وانا الايكون تبعتي باي ذا واي شريهان. احنا اول تجربه لك كانت شفتم بكتم، فكاول ظهور لك واول ما تطلع عليه، ايش كان احساسك اول لما رحتي عملتي الكاستنج تبعهم؟ هل كان في بالك انت حتنجحي ولا كان في بالك انه يلا تجربه وما حتمشي؟ شوفي فعلا كنت خايفه جدا اول مره لما رحت لعندهم. اللي كان مخوفني مش التمثيل ولا الكاميرا، اللي كان مخوفني اللهجه، لانه انا اتكلم حجازي بس ما اتكلم نجدي، وكان مطلوب مني انه انا اتكلم نجدي. فهذا اللي كان عامل لي ستريس طول الوقت. اكشلي في اول عمل بيكون في رهبه من الكاميرا، رهبه من النجوم، رهبه من اللهجه بالنسبه لي انا شخصيا. ينكسر حاجز الكاميرا بعد اول عمل او ثاني عمل. خليني نقول انه انا العمل اللي كسر لي فعلا حاجز رهبه الكاميرا هو واي فاي. يس، لانه واي فاي يعني مو بس تمثيل، ما يعطونك دور ويقول لك يلا مثل دور حزين مبسوط وات ايفر، لا يعني تقليد بسخريه بكوميدي يعني اشياء تلاقي نفسك فجأة بتعملي اشياء المفروض بيعملوها ناس بروفيشنال صار لهم سنين بيشتغلوا، وعلى قولك كمان كذا كاميرا، 4 5 كاميرات بتاخذ نفس المشهد، فالمشهد لازم يتاخذ فان تيك وخلاص. لو حكينا شوية عن اللي حتقدميه ان شاء الله هذه السنة هو واي فاي 2، هذا نحن هذا حنا او هذا هذا نحن. شفتي اللهجة النجدية صعبة؟ صعبة حتى علي صعبة. فحكينا شوية عن هذه الأعمال وكيف كانت تجربتك فيها؟ واي فاي 2 يعني نقل نوعية جدا مهمة بالنسبة لي، لأنه زي ما قلت لك إنه كسرت حواجز كثير وتعديت مراحل كثير فجأة. واشتغلت مع نجوم جدا مهمين مثل حسن البلام وعبد الناصر درويش وحبيب الحبيب واسعد الزهراني وغيره، يعني ونور العميري، يعني عن جد نجوم كبار. للامانه
شخصين يعني نصحوني ووقفوا معي كثير، حسن البلام وحبيب الحبيب. دحين ما شاء الله كل اللغات اللي عندك او كل اللغات مش اللهجات، اللغات، هل فكرتي يوم مثلا تعملي او تشاركي في شيء اجنبي بالانجلش او بالايطالي او اي واحده من اللهجات اللي عندك؟ ما ادري، ممكن انت تكوني تعملي الموضوع. طالما انا عايشه في السعوديه ما اظن انه هذه المجالات تعتبر مفتوحه بالنسبه لي. يمكن عشان كده انه انا بتلاقيني بشارك في اعمال خليجيه وسعوديه تحديدا، لانه الواحد يشتغل في المكان اللي هو عايش فيه ويحب ينجح في المكان اللي هو مجتمعه فيه بالضبط. يعني انا تونسيه كان ممكن اروح اشتغل في تونس، بس انا مش عايشه في تونس، انا عايشه في السعوديه، عرفتي؟ فهذيك بلدك خلاص. فايه ولائي وانتمائي وحياتي ومجتمعي كله موجود في السعوديه، وبالتالي كل الفرص لازم تكون من هنا ومن الخليج. اذا بدك الخليج ممكن يكون محصور وقريب من السعوديه، بس انه ابعد من كده. جمالك ما شاء الله ودلعك ساعدك؟ طيب اوكي، انا ما بشوف نفسي جميله، انا بشوف نفسي مقبوله، بس بكل الاحوال الشكل لا والله، والله العظيم قناعه، وانا بحب الجمال، انا بحب اقول عن وحده حلوه لما تكون وحده جميله، بالعكس. اي ما شاء الله، قلت لها جميله، وحقول جميله بميك اب جدا قليل، اوكي، وتش ما شاء الله بيرفكت. شفتي كيف؟ اتس ترو. لا بس اتس ترو، انا بحكي جد. الجمال مهم كاول مرور، وبيني وبينك بوجود الفضائيات وبوجود البرامج الكثير والميديا بصفه عامه صار الجمال مهم في العمل الدرامي؟ للاسف يس مهم، مش هنكذب على بعض بقول لك والله لا ما هو اساسي، بس مهم، بس مساعد بشكل قوي. طبعا الكلام المعتاد اللي كل الناس تقوله، لازم يكون في موهبه، لازم يكون في حضور، لازم يكون في قبول، كاريزما، كل هذه الاشياء معروفه واجباري انها تكون، ولا ما في داعي، الواحد مش حينجح اصلا. بس لو كل هذا موجود مع شكل حلو يكون يعني قرب جدا طيرنا الخاتم. قرب جدا للمواصفات اللي هي قريبه للنجاح. طيب مرة شكرا انك قبلت دعوتنا، جدا استمتعنا بحضورك، جدا استمتعنا. انا اكثر والله فعلا، ولا حسيت انه مقابله ولا شيء، ولا حسيت انه في كاميرات، اخذت راحتي على الاخر وانبسطت معاك جدا، عكس الكلام اللي احنا قلناه على الطبيعه عاطفيه اكيد. يعطيك الف عافيه. مستمرين معاكم اكيد في شلتنا، لكن الان معنا فقره جدا مميزه جدا محمد.